قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، مثل ما يفعله كثير من إخواننا اليوم. يقول: أخي والله أنا ثقيل علي أن أحذر من فلان، أنا أدرس وأعلم، لكن أن أقول فلان مبتدع أو فلان فيه كذا أو فلان فيه كذا، هذا يا أخي ثقيل علي، أنا ما أستطيع. والغالب أن هذا من وسوسة إبليس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال الإمام رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ نحن نغر الجهل مساكين ونضرهم بهذا السكوت. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والباب في كلام كثير للسلف.